طيب أول حاجة خلينا نقول قضيتين رئيسيات يجب أولا نبدأ بها نقاشنا. القضية الأولى إنه قوات الدعم السريع ارتكبت انتهاكات وجرائم وفظائع خلال هذه الحرب، وهذه الانتهاكات مورست في العاصمة الخرطوم في ولايات دارفور، ولكن للكشف عن هذه الجرائم والتوثيق لها وإثبات من الذين ارتكبوا هذه الجرائم، هذا الأمر أيضا يجب أن يخضع إلى لجان للتحقيق ومن ثم تقديم مرتكبي هذه الجرائم للانتهاكات. نعم. في الجانب الآخر أيضا طيران القوات المسلحة استهدف أعيان مدنية، وهناك عدد من المواطنين أفادوا بأنهم تم غصبهم عبر الطيران في ولاية الخرطوم وفي مدينة نيالا في جنوب دارفور. أيضا هذا الأمر يتطلب التحقيق. ايضا طيران القوات المسلحه قصف منزل دكتور الهادي ادريس، وكان يقيم فيه باشمهندس خالد عمر يوسف نائب رئيس حزب المؤتمر السوداني، وايضا الاستاذ طه عثمان اسحاق القيادي في تجمع المهنيين والقيادي في لجنه الاتصال والعلاقات الخارجيه للحريه والتغيير، تم غصبه بطيران القوات المسلحه. هذا الامر ايضا حقيقه، وسنطلب في يوم من الايام التحقيق حول من الذي حدد هذا الهدف كهدف مدني، وهو منزل عضو مجلس سياده وتم استهدافه عبر الطيران. هذه الانتهاكات وهذه الجرائم نحن نعرف تماما ان الخروج من الجرائم ومن الانتهاكات هو قطع استمرار هذه القضيه الاولى، سواء كان الحديث الذي تحدث به لسعادة اللواء أو الحديث الذي تحدث به عمران عن التقدم العسكري، هذا يتحدث عن أن الدعم السريع قد انتهى في الخرطوم، وهذا يتحدث عن القوات المسلحة انتهت في الخرطوم. الحقيقة الوحيدة أن الذي انتهى في الخرطوم انتهت حياة المدنيين وانتهت ممتلكاتهم ومقدراتهم نتيجة لهذه الحرب. لإيقاف سلسلة الانتهاكات المتصلة التي ظلت تمارس في مواجهة السودانيين، أولا نقول الحقيقة القائد العام للقوات المسلحة غير مؤهل للحديث عن الانتهاكات. في مقاومة انقلاب 25 أكتوبر سقط حوالي 126 شاب في طريقهم إلى القصر الجمهوري برصاص المنظومة الأمنية. هذه حقائق. هذه القوات ليست لديها قضية أخلاقية أو موقف أخلاقي. للقوات المسلحة لقوات الدعم السريع ليس لديهم موقف أخلاقي من قضايا الانتهاكات. الوحيدين الذين لديهم موقف أخلاقي واضح في إدانة هذه الانتهاكات هي القوى المدنية، ونحن سنعمل على تشكيل لجان للتحقيق لتقديم مرتكبي هذه الجرائم وهذه الانتهاكات إلى العدالة. أما حديث ضيفك عن أن الحرية والتغيير هي ظهير سياسي للدعم السريع، هذه أيضا واحدة من حكاوي ومن سرديات النظام البائد التي تم سردها منذ اليوم الأول لهذا الحرب. نحن ذكرنا بوضوح أن هذه المعركة ليست في مواجهة الدعم السريع. القوات المسلحة ولا المؤتمر الوطني ولا الإسلاميين لديهم مشكلة مع الميليشيات. نفس هذه القوات المسلحة شيبة ضرار الذي يتسلح الآن في مدينة بورسودان تم تسليحه بواسطة الاستخبارات العسكرية. كيكل الذي انضم للدعم السريع تم تسليحه بواسطة الاستخبارات العسكرية. حركة تمازج تم تسليحها بواسطة الاستخبارات العسكرية. الدعم السريع نفسه تدريبه وتسليحه تم بواسطة القوات المسلحة. عدد كبير من الميليشيات الآن كتيبة البراء بن مالك والكتيبة الأخرى كتيبة الشعبية التي أعلنت عن نفسها قبل يومين هي كتائب تنتمي للإسلاميين تعمل الآن تحت رعاية القوات المسلحة. ليس لديهم موقف أخلاقي أو قيمي تجاه قضية تعدد الجيوش. الوحيدين الذين لديهم مصلحة في إنهاء تعدد الجيوش وضد عسكرة الحياة السياسية وضد تكوين الميليشيات هي القوى المدنية التي ناهضت الدعم السريع. دعني أنقل هذه النقطة لسيادة اللواء الركن. أعذرني السيد الشريف، ولكن الوقت المخصص للمقابلة انتهى. أعذرني، هو انتهى تماما الوقت. القوات المسلحة ليتحدث عن أنه عنده مشكلة مع الدعم مع نصف دقيقة لسيادة اللواء الركن لأن الوقت انتهى تماما. نحن داعمين للدعم السريع. الداعم للدعم السريع والذي كون الدعم السريع هؤلاء ضباط القوات المسلحة. تعدد الجيوش لم أكن